غنشارك معكم اليوم طريقة الفصالة الجلابة. هنا عندي الثوب ريي بالسقلي كما كتشاهدوا، كريب ريي، الثوب اللي فيه الخطوطة خصكم تردوا ليه البال البنات، ضروري ما دوك الخطوطة يجيو على الطول. هنا عندي الثوب 2.5، ضروري 2.5، حيت هاد السيدة بغات جلابة ايفازي بزاف لتحت وبغات جلابة عريضة، وكما قلت لكم ريي ضروري ما يكون الثوب وافي. انا راني طويت الثوب على الطول ديالو كما كتشاهدوا، على الطول ديال الخطوطه. هنايا البنات باش غندير الكتاف ولتحت غندير الجلايل. الا درت الكتاف هنا والجلايل هنا غادي ندخل في الثوب وما غاديش يكفيني. ردوا البال الطريقه ديال الفصاله ديال كل ثوب. انا غنشد الطول ديالي عندي 1.44 متر، غندير العلامه هنا وغادي نستعن بالكوس باش ندير الزاويه القائمه باش الثوب ديالي يجي مزيان ما يجيش معوج. هنا في الكتف عندي 40 مقسومة على 2 وهي واحد، هي 20 و1 سنتيم هي 21. وكنشدو العبارات البنات برا ديال هاد الحاشية، ضروري ما تخليو 1 سنتيم عاد بداو العبارات، حيت داك سنتيم كيدخل الخياطة. يعني غادي نخلي دابا سنتيم ونحط السنتيم وكنعوجو بحال هكا بلا ما نهبط ديك 3 سنتيم. انا كنعوجو نيشان. وفي العنق كديروا 7 حتى ل 6 سنتيم على حسب اللي بغات العنق واسع. وكما كنقول لكم كنشدوا العبارات وحنا كنخليو الثوب سنتيم، ديك سنتيم ديال الامام. كنهبط هنا ب 22 سنتيم باش ندير النقطه ديال الصدر، وغادي نهبط ب 13 سنتيم باش ندير النقطه ديال الحزام، وغادي نهبط ب 13 سنتيم اخرى باش ندير المقعد. هنا الحزام، عفوا هنا الصدر وهنا الحزام وهنا المقعد. ردوا البال البنات، هاد 3 النقط مهمين. دابا غنبقاو نحطوا العبر، وكما قلت لكم ما تنساوش ديك سنتيم اللي هنا عندي جهتي هنايا خليوها، ما تشدوش الثوب، خليو 1 سنتيم عاد بداو تحطوا العبارات ديالكم. هنا عندي 30 31 وداك سنتيم اللي قلت لكم خليوه هي 32. نفس الحاجه هنا عندي 29 و1 سنتيم 30. هنا عندي 31 وسنتيم هي 32. وديما كنقول لكم خليو داك سنتيم ديال ديك الحاشيه اللي جهتي انا، ضروري ما تخليوها حيت كتدخل في الخياطه. صافي هنا غادي نديروا واحد خط مستقيم بحال زاويه قائمه من نقطه الكتف لهاد النقطه ديال الصدر، وكنطلعوا من هاد النقطه لهنا ب3 سنتيم وكنديروا التقويره ديال التركيز ديالنا. انا كنديرها نيشان. دابا غير بغيت نبسط معكم للناس اللي مبتدئين، واخا راه ضربني الرواح الصوت ديالي ماشي هو هذاك، غير سمحوا لي. صافي وكنصل النقاط ديالي كما كتشاهدوا. هنا عندي في الايفازي بغات السيده فيها 50 لتحت، كتجي واسعه لتحت كلوش بحال كلوش. والتفصيله يا البنات اللي شرات التفصيله كوبو فيه 42 وفيه غير وفيه ري فيه الخطوطه، راه ما غاديش تكفي هاد 50 سنتيم. هنا عندي في الطول 1.44 كما قلت لكم، غنحطوه وغنخليو السنتيم في الكتف وغنمشيو حتى ديك 50 سنتيم اللي لقينا ديك النقطه، وغادي نحددو على 1.44 باش نعبرو ديك الطلعه اللي كنطلعوا على الجلايل باش ما تجيناش الجلابه مقنته وهابطين لها القنوته. كنظن انها مفهومه. كنجيبوا الوسط وكنخرجوا ازيرو بلا ما نوصلوا داك الطول، غير حتى الوسط ونخرجوا ازيرو. صافي غنصل هاد النقطه ديال المقعد بديك النقطه ديال 50 سنتيم ديال الايفازي، ونحاول نقاد الخط ديالي باش يجي مستقم ويجي نيشان. هنا في هاد النقطه فاش تلاقاو خصنا نقادوه باش ما يجيش معوج. صافي كنجيب المقص وغادي نقطع الطراساج ديالي. وهنايا البنات اللي محلوله راه في جهتي، وهنا اللي مسدوده راه هنا فاش غادي نديرو نفصلوا الجهه الخلفيه. صافي غنقطعوا الطراساج كما قلت لكم، وكنحاولوا هنا ما ندخلوش في الثوب حيت نحتاجو داك الثوب، ما خصناش ندخلو فيه نهائيا. واخا بسنتيمات خصنا نحافظوا على الثوب باش يكفينا. هنا كذلك ما خصناش ندخلو في الثوب. صافي وكنستمروا في التقطاع ونقطعوا حتى داك الجلايل ديك الطلعه شتي باش حيدنا هادو باش ما يبقاوش مقنتين. صافي كنجمع هاد الضوفات الاماميه على جنب، وهنا الثوب اللي بقى لي غنحاول نقادو
وغنقلب هاد الجهه المسدوده لجهتي باش نتحكم فيه اكثر. غنقلبها دابا قدامكم وغنحاول نقادو مزيان، وغنجيب الضوفه الاماميه غنحطها عليه بحال هكا ونقادو. وانا كنحط ديك سنتيم اللي قلت لكم كنخليو عاد نحطو العبارات هنا في الامام، غنحاول نخرجها على الثوب هنا في الامام كما كتشوفوا. راه غادي نخرجها من جهتي هنايا ديك سنتيم، ما خصهاش تبقى لي في الجهه الخلفيه. هاني كنخرجها في الحاشيه الا كتشوفوا هكا، كنحاول نخرج كاع ديك سنتيم حيت الجهه الاماميه كتخيط والجهه الخلفيه راه ما فيهاش الخياطه، يعني هاد سنتيم خصو يخرج. ها نتوما كتشوفوني طويتو لهنا راه خرجتو، وغنجيب الطباشير نطراسي لكم باش يبان. وهنا راه غادي يبقى ليا الثوب الكم والقب وحتى الجيوبه، دوك الطريفات اللي بغات السيده الجيوبه في الجلابه راه كيبقاو دوك الطريفات. كنحاول نتقل الثوب باش ما يزلق لياش، وغنتبع دابا بالطراساج غير باش يبان لكم حيت ما كيبانش. صافي غنقطع، وهنا كما قلت لكم هذا الطرف هذا غيبقى ليا الكم وغادي يبقى ليا القب. صافي غادي نحيد دابا الجهه الخلفيه غنحطها على جنب، وغنجيب الجهات الاماميه غنحط وحده فوق وحده حيت كاينين واحد التعديلات غادي نوريه لكم باش الجلابه ديالكم تطلع هي هذيك. كنحط الجهات بجوج وغنحاول ندير العبارات ديال العنق، كنهبط ب 12 سنتيم وكندير التقويره ديالي وكنحفرها شويه. وعاوتاني كندير واحد التعديلات في التركيز، كنحفر شويه التركيز باش ديك التكميشه ديال اليد فاش كتلبسي الجلابه ما يبقاش الثوب مكمش لك هنا جهه تحت الباط. صافي كنحفر هنايا وغادي نقص شويه الكتف حيت هنا كيجي التركيز كبير، يعني خصنا نقصو شويه من جهه الكتف باش يجينا هو هذاك. غير تبعوا معايا غنوري لكم كلشي بالتفاصيل. صافي وغادي نحفر حتى جهه العنق كما كتشاهدوا. صافي حنا الضوفات ساليناهم، غنجيبوا الثوب دابا اللي بقى لينا غادي نسرحوه كامل على الطول، وغادي نطوي غير الجهه القياس اللي غادي يكفيني الكم ديالي، ولتحت غادي يبقى واحد الطريف هنا باش غادي يبقى القب. هكا كي غادي تتعاملوا بالثوب. مازال الا كان الثوب سامبل ما فيهش الري ما فيهش الخطوطه كتحكموا فيه وكتلعبوا فيه كيف بغيتو. اما فاش كيكونوا الخطوطه راه كيلزم عليك انك ديري الخطوطه نيشان غاديين في الجلابه، ما يمكنش ديريهم دايرين، ضروري الخطوطه يكونوا طوال. انا راه عندي 63 في الطول ديال اليد، وغادي نهبط هنا ب 26 حتى ل 28 وكندخل ب 10 سنتيم، وكنعاود نحط سنتيم من النقطه ديال الطول لهاد النقطه ديال 10 سنتيم كنقسمها على جوج، وعاوتاني كل جوج كنقسمو على جوج، وكندخل ونخرج بحال 8 بحال هكا، بحال واحد 8 هكا. صافي اللي بغى الدرس ديالكم راه كاين يقلب عليه في الصفحه مزيانه، راه كاين ومشروح مزيان. هنا عندي في الدوره ديال اليد من تحت 20 سنتيم. صافي وكندير الخط ديالي كنصل النقط، واللي عندها الدراع عريض راه كتشدي حتى العبارات ديال الدراع وكتحاولي تقلي باش الثوب ما يهرب ليكش. صافي هذا هو الكم ديالي. دابا هاد الثوب اللي بقى لي غندير فيه القب، وهاد الطريفات غيبقاو لي للجياب. اللي بغات الجياب راه هنا كافي باش تخرجي الجياب ديالك. دابا غنطوي هاد الثوب على جوج، غنسرحوه مزيان كما كتشاهدوا. فاش كنسرحوه كنديروا الطول ديال الكتف، الا عندك 40 في الكتف غادي تحطي 43، تزيدي واحد 3 سنتيم على الطول ديال الكتف كله هو مطوي على جوج. وهنا غادي نديرو 27 سنتيم في الطول حتى ل 26، وكنجيبو الجهه الاماميه ديال الجلابه كنحطها على هذا الشكل. هاد الطريقه كنديرها ديما انا، ما كنعاودش ندير الحسابات والمسطره والسطر. المهم الطريقه مخرجاني كنديرها، اللي بغات ديرها اللي ما بغاتش دير القاعده ديرها. وكنجيب الجهه الخلفيه من الجهه المسدوده من هنايا كنحطها على هذا الشكل حتى هي، وكنسطر وكنخرج واحد سنتيم هكا على داك الطراساج. صافي وكنصل ديك النقطه مع هاد النقطه ديال 27 والقب ديالي واجد. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم، واللي ما فهمت شي حاجه تخليها لي في التعليق وكنحاول نجاوب كل حاجه. والا كانت شي حاجه كبيره وطلبوها لي بزاف ديال الناس اني غندير عليها فيديو ان شاء الله.
صافي القب ديالي كيجي على هذا الشكل. راني غنطويه لكم باش يبان لكم كيجي مقنت وكيجي زوين، ما كيكون فيه لا ديفو لا والو. هكا صافي غنجمع دابا البياسه ديالي غنسورجيها، والطروفات اللي قلت لكم باقيين غادي تخرجوا منهم الجيوبه. الى فيديو قادم ان شاء الله.